العدد الحالي انا ما اقدرش اقول لك انا الكمبيوتر وصل كل الاستمارات اكبر من قدرتنا على استيعابها. انا تقديري ان احنا تجاوزنا ال 25,000 عضو موجودين في كل المحافظات لحد دلوقتي، والعدد بيزيد من يوم ليوم. احنا ما عندناش امكانيات ماليه كبيره، لكن عندنا امكانيات بشريه وعندنا تجاوب شعبي غير عادي. في بعض الأسئلة العامة بعد موضوع الأسئلة السياسية والاقتصادية، من ضمنها سؤال مهم جدا وده اتكرر كتير على دور أو رأي الحزب في جمعة التطهير وحشد الحزب. هل هو متبني الخروج يوم الجمعة؟ احنا كنا موجودين الجمعة اللي فاتت وهنكون موجودين، وكانت في فاطمة موجودة والصحافة رصدتها، وهنكون موجودين الجمعة اللي جاية أيضا. بالنسبة للشعارات اللي مطروحة في المظاهرة، هي بعضها شعارات بتطال بعض رموز الفساد الكبيرة وبعض الرموز الثانية، فرؤية الحزب في بعض الشعارات اللي بتطرح أو هتطرح يوم الجمعة اللي جاية. الجمعة اللي جاية هي جمعة تطهير وجمعة مزيد من التثبيت للديمقراطية. الحزب هيواجه كل شعارات الفساد، واحنا مع ائتلاف شباب الثورة زي ما قلت زياد العليمي ومحمد عرفات وسالي تومة وباسم كامل قادة ائتلاف شباب الثورة، هم أيضا قادة حزبنا، واحنا مع الشعارات اللي الشباب هيطرحها، ومش هنطرح شعارات مختلفة لأن كل الائتلاف الوطني نازل. الجمعة اللي فاتت القوى السياسية الدينية ما نزلتش، الجمعة اللي جاية نازلين معانا برضه. في إطار الأسئلة العامة في سؤال خطة الحزب للارتقاء بالشارع والسلوكيات الموجودة في الشارع وكيفية النزول للشارع. زي ما قلت لما كنا في الميدان كان في سلوكيات غريبة جدا، يعني 2 مليون واحد وانا بعدي والدنيا مبلوله، كان في مطر ولا كان في ايه، والدنيا مبلوله في الطين والناس بتتزحلق في بعض. ولما حد يخبط حد ما يتضايقش ما يتنرفزش وسط الهلمه دي، يعني كان في نوع مختلف من الوعي. النوع المختلف من الوعي ده حصل منين؟ من ان الناس ادركت ان ليها كرامه مشتركه وان ليها قضيه مشتركه، ولما اتكلمت ولما كسرت حاجز الخوف ولما هي واقفه مع بعض في مواجهه الخوف. فالحزب بطبيعه توجهه متوقع انه يعمل النقله دي. لما رفاعة الطهطاوي راح اوروبا قال رايت هناك اسلاما بدون مسلمين ورايت في بلادنا مسلمين بدون اسلام. فلانه لقى اخلاقيات عاليه جدا هناك ولقى احترام عالي جدا هناك، لانه الشعب لما يكون بيحكم نفسه ويكون يشعر بكرامته وعيه بيرتقي فبيصير اقرب للاخلاقيات الحقيقيه. احنا بنتصور انه مزيد من الديمقراطيه الاجتماعيه، مزيد من تمكين الشعب، مزيد من الحريه والكرامه الانسانيه سيعني اختلاف حقيقي في الاخلاقيات، مش مزيد من الوعظ والارشاد ولا مزيد من النصح ولا مزيد من التخويف ولا مزيد من وضع الناس في قوالب، لكن مزيد من احترام كرامه الانسان واحترام كرامه المجموعات الانسانيه. في البند الرابع في اعلان مبادئ الحزب الخاص بالعداله الاجتماعيه، هل الحزب متبني وضع حد اقصى للاجور؟ أنا قلت الحزب هيتبنى وضع حد أقصى للأجور في القطاع العام والقطاع والحكومة، لكن ليس في المهن ذات الطبيعة الخاصة أو للمستثمرين أو لبعض قادة القطاع الخاص. هو في سؤال موجه لحضرتك يا دكتور إيهاب عن باختصار لأنه هو سؤال طويل شوية عن الشعب المصري في خلال ال 30 سنة اللي فاتت ما تعرض ليه من قهر وظلم واستبداد. كيفية بناء الشعب، وهل هنحتاج فترة طويلة عشان نقدر الشعب يتطور ديمقراطيا، ورؤية الحزب في التثقيف السياسي والتعليم ودوره في محو الأمية؟ الحزب واحنا بنتكلم في بعض خبراء بيحطوا وسائل لاستخدام محو الأمية في التثقيف السياسي، يعني تعمل منهج للتثقيف السياسي من خلال محو الأمية.
وعندنا إدراك إن هذا الشعب شعب مليان حكمة، مليان إدراك. لو رفعت عنه البلطجية، لو رفعت عنه الاستبداد الفكري والاستبداد القمعي في الممارسة، هذا الشعب سيبدع وسيتحضر، سنتعلم منه كثيرا وسنعلمه كثيرا. أنا أعتقد أن ال30 سنة اللي فاتت دول هي مرحلة مخاض ومرحلة عدم استقرار في مظاهر كتير، لكن مرحلة أيضا تفجر لمخاوف وتفجر لآمال كبيرة، تفجر لتشاؤم وتفجر لطموحات كبيرة. احنا مع الطموح، مع الأمل، مع الفرح، وضد النكد وضد الركش وضد اللبش. احنا مع الأمن، لكن الامن الحقيقي. احنا مع الاستقرار، لكن الاستقرار على نظيف وضد التلييس. احنا مع بناء ديمقراطيه حقيقيه وكل السلطه للشعب. يا جماعه معلش احنا بس بنعتذر لان احنا وصل لنا حوالي 5 ورقات او 6 ورقات في بعض الأساتذة عايزين يطرحوا السؤال بنفسهم عن طريق ان هم يتكلموا، فمعلش احنا هنعتذر جدا للناس. احنا دلوقتي الدكتور ايهاب والباشمهندس هشام هيتفضلوا يقعدوا معانا نص ساعه موجودين هنا، فممكن نتناقش معاهم، واي حد عايز يدلي بسؤاله ممكن يتواصل معاهم. بعد اذن حضراتكم احنا الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك والموقع بتاعنا، يا ريت بعد اذن حضراتكم نتلقى تعليقاتكم على الحوار والندوه، وبعد اذن حضراتكم ممكن تطرحوا لنا رؤيتكم للاسئله او رؤيتكم لكيفيه اداره الحوارات في المره اللي جايه، ونحب ان انتم تشاركوا معانا في الاهداف او اللقاءات اللي احنا بننظمها في الفتره اللي جايه. احنا بنشكر جدا الحضور، بنشكر جدا الدكتور ايهاب والمهندس هشام، واسفين جدا ان احنا طولنا، واحنا بنعتذر جدا لو اي حد سؤاله ما قدرناش نطرح، حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نجمع الاسئله. كلمه اخيره هي كلمه للدكتور علاء الاسواني بتقول احساس الانسان بالعداله يخرج افضل ما فيه من صفات انسانيه، واحساسه بالظلم يخرج اسوأ ما فيه من صفات انسانيه. نتمنى ان الفتره اللي جايه ان الاحزاب كلها تبني على العداله وتؤسس لعداله مجتمعيه وعداله اجتماعيه. احنا شاكرين جدا للحضور، والدكتور هشام الدكتور ايهاب والباشمهندس هشام موجودين معانا، ممكن اي حد يتفضل يشاركنا، واحنا بنشكركم جدا على الحضور. شكرا. طب يا جماعه اتفضلوا حضراتكم، واحنا هنجيب لكم ميكروفون لحد حضراتكم وانتم حضراتكم قاعدين. اتفضلوا واحنا نعدي. اتفضل اول واحد هيجيب عمال اللي المهندس هشام شارح حضرتك عشان الناس دي عشان تسمع حضرتك. تعالوا خلي الكلام عشان الناس ما تحسش ان هم بيسمعوا. لا تمام. طيب المجموعه اللي قررت تقعد، انا بس هدعيكم تقربوا الكراسي شويه كده عشان لو في 30 40 واحد نسمع بعض كلنا. كان في سؤال، هو سؤال بيقول انه استاذ الجامعه صوته في الانتخابات زي صوت الشخص اللي هو يعني فلاح او امي ومستوى تعليمه منخفض، فكيف سيصل الحزب للفلاحين للمصانع الى اخره؟ انا عايز اقول لك في واقع النهارده في مصر مختلف عن الواقع من 15 سنه او 20 سنه. هذا الواقع انه مفيش قريه او حي عشوائي او حي فقير ما فيهوش رواد بيؤمنوا بالافكار بتاعتنا، حتى لو هم مش عارفين او منضمين للحزب بتاعهم. بمعنى هتلاقي ناس جمعيات اهليه، هتلاقي دكتور، هتلاقي محاسب، هتلاقي واحد ماسك الوحده الزراعيه، هتلاقي قياده فلاحيه، هتلاقي قياده عماليه، بيقولوا نفس الكلام بتاعنا ده بلغه مختلفه. فانا مش هروح انا وهشام هنقعد مع فلاحين، لكن الناس اللي هم اوريدي موجودين في القريه. واحد بيقول لك الطيارات الثانيه بتقدم خدمات، لا الطيارات الثانيه بتقدم خدمات وهم باينين ان دول بيقدموا الخدمات دي، لكن الطيار بتاعنا بيقدم خدمات اكتر وخدمات تنمويه اكتر، ولسه هم
مش عارفين كده. فانا مش لسه انا كحزب هروح اقدم خدمات للناس، انا الناس اللي مؤمنه بالافكار اللي انا مؤمن بيها. يعني انا مش بخترع حزب واقول للناس تعالوا ورايا، انا مؤمن بافكار، وفي مئات الالاف وملايين الناس اللي موجودين في القرى وفي المصانع مؤمنين بنفس الافكار دي. لما ينضموا للحزب هم اللي هيوصلوا للفلاحين، هم اللي هيوصلوا للعمال، هم اللي هيوصلوا للاميين، هم اللي هيوصلوا للجهله. فهي مش مساله توعيه بمعنى الاول انا هفهمك وبعدين تيجي تدخل معايا، لا. هو عارف احمد حسنين ده اللي هو في جمعيه اهليه، اللي عالج بنته واللي علم مراته من نحو الاميه، واللي عمل كذا واللي عمل كذا، والراجل ده طلع مع الحزب ده وقاعد يقول لنا نفس الكلام ده، وقاعد يقول لنا ان احنا نقدر نعمل حاجه، يقول لنا لينا صوت. هتبص تلاقي ده دخل شويه بشويه هيبقى فيه توعيه. انا خدت الدكتوراه بتاعتي من انجلترا، فلما رحت هناك ما رضيوش يعملوا لي الترخيص بتاع مزاوله بين الطبيب، فقعدت فتره كان وضع الاقتصاد صعب شويه، فسكننا طبعا في حي عمالي. الحي العمالي ده طبعا احسن من الاحياء المتوسطه في مصر بكتير، وكان جيراني عمال، يعني قدرتهم يعني وصل الابتدائي وسابق، قدرته الديمقراطيه واحساسه بالكرامه ووعيه عالي جدا، مش عشان حد قاعد يعلمه، عشان هو منضم الاحزاب فيها ناس وعارف ياخد حقه. فاذا مزيد من الديمقراطيه، مزيد من السلطه للشعب، مزيد من الكلام بالممارسه، مش مزيد من المحاضرات هو اللي بيغير الناس. استاذ سيادتك، هو دلوقتي احنا مش طالبين ان احنا نوعيه، حد بس يدور. مش مطلوب ان احنا نوعيه عشان ينضم الحزب، احنا نوعيه عشان يعرف حقه ويعرف ازاي يمارس الديمقراطيه اللي احنا طالبينها. واخد سيادتك ازاي؟ فاحنا عايزين نرتقي بالشارع نفسه، بالناس، ان هي تقدر تنقي او تقدر تتجه الاتجاه المظبوط من غير ضغوط السايد اللي هو ان كانت فلوس او زي ما حضرتك قلت استخدام الدين وما الى ذلك. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انت عارف انا طبيب نفسي، التوعيه ثبت فشلها الكامل في تغيير السلوك. يعني مزيد من الكلام مع الناس لا يغير سلوكهم اطلاقا. الدراسات العلميه الحديثه تقول ان ماذا يغير سلوك الناس؟ وجودهم في مجموعات ليها طبيعه مختلفه. واحد، الخبرات الحياتيه. يعني ممكن واحد يكون جمال مبارك ده مثقف متعلم احسن تعليم، بيسرق الفلوس دي كلها ليه؟ يعني حاجه غير واعيه. ما هو فاذا سلوك البشر ليس مرتبطا بكميه المعلومه اللي في عقلهم، قد ما هو مرتبط بنوعيه المجتمع اللي انت بتحطه فيه. فانت احساسك ان البني ادم ده بيعمل حاجه، احساسك ان الثاني بيعمل حاجه، وان انا ليا كرامه في وسطهم، وان انا مش مظلوم، وان انا محترم، وان انت بتعلمه من خلال القدوه. يبقى اذا في ست عناصر لتغيير المجتمع. واحد، انك تشعر ان لك قيمه. اثنين، انك تشارك مشاركه لها معنى. ثلاثه، انك انت تكون في وسط ما بيسموه البرو سوشيال بوندنج، انك تكون في وسط شله مش بتتكلم الكلام ده، بتعيش الكلام ده. مش بتقول لواحد ما ترميش ورقه في الارض، انت ما ترميش ورقه في الارض. مش بتقول لواحد ما تشتمش، انت ما بتشتمش. فهو بيشوف انه ده ما بيتريقش على الثاني، وانه ده بيحترم ده، وان ده بيتكلم. ده اسمه الروابط المؤيده للمجتمع. أربعة، توقعات واقعية عالية، إن بيوصل له إحساس إن أنت يجي منك، ما أنتش أنت زبالة وراكش مش هتنفع. وستة، حدود لكرامته. يعني معروف إنه لا يهان. يجي واحد يقول لأولاده أنا عايزك يا ابني كذا وكذا تتكلم كويس، ما أنت أهنته. أنا عايزك لازم تقول شكرا ومعلش ومن فضلك. المفروض انت كمان تقول له شكرا ومن فضلك. فانت بتعلم طفلك لما بتشكره، بتعلم طفلك لما بتستأذن منه. بنفس الطريقه في المجتمع ننفذها بالطريقه دي. ننفذ دي الطريقه دي اسمها بناء الريزيلينس، التماسك والاستقلاليه بتاعت الشعوب من خلال ليس مجرد الكلام ولكن الفعل، التعلم بالفعل. نسعى بوجودهم واضحين.